اليوم باش نحكيو على تاكس جديدة جاتنا من برا وباش تأثر على حياة التوانسة الكل. ضيفنا اليوم مسيو منير مجدوب، expert dans la transition écologique et énergétique. مرحبا بك مسيو منير. يعيشك ميسة، مرحبا بيك ومتابعين بيج بلو. كنت تفسر لنا شنية هذه تاكس جديدة، تاكس كربون؟ اي بي قبل ما نحكيو على التاكس نحكيو على الكربون باش نفهموا ساعة شنو الكربون. الكربون هو غاز ينبثق خاصة من احتراق المواد البترولية والغاز ولا الفحم، يتكدس في الفضاء في الجو ويتسبب في اللي يسميوه الاحتباس الحراري، اللي هو سبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، اللي هو سبب في العديد من الكوارث، منها الفيضانات ومنها الجفاف ومنها برشا ظواهر أخرى اللي يسميوها التغيرات المناخية ولا الانقلابات المناخية. المجموعة الأممية اتفقت باش تنقص من الانبعاثات متاع الكربون في الجو. شو معناها باش نقص؟ معناها باش نقصوا من استهلاك الطاقات اللي جايه من البترول ومن الفحم الحجري، يسميها الطاقات الأحفورية بصفة عامة. من جملة الحلول هو أنه المواد اللي تستهلك أكثر طاقة نحاولوا كيفاش نقصوا استهلاك الطاقة في الإنتاج بتاعها، ولا ندخلوا الطاقات المتجددة في الإنتاج بتاعها باش تكون الانبعاثات بتاع الكربون بتاعها منخفضة. الاتحاد الأوروبي اتخذ سياسة قوية منذ بضع سنوات باش ينقصوا من انبعاثات الكربون بتاع الاتحاد الأوروبي والدول بتاعه الكل. وهذاك علاش فرضوا على كل من يستورد إلى الفضاء الأوروبي مواد من بقايا أخرى من العالم أن المواد هذه تكون منخفضة انبعاث الكربون. عملوا آلية، الآلية هذه في الحدود البرودوي اللي داخل، شوفوا سميوها البصمة الكربونية متاعه، معناها قديش يخرج كربون. إذا كانت تفوت درجة معينة يدفع تاكس، يعني يدفع ضريبة. كي باش تدفع ضريبة أنت على منتوج داخل التراب الأوروبي، السوم متاع المنتوج هذاك باش يزيد. فبالمقارنة مع المنافسين متاعك اللي من الدول الأخرى، منهم الاتحاد الأوروبي منهم من الدول الأخرى، إذا كان أنت ما تخفضش من تونس الانبعاث متاع الكربون باش تدفع التاكس هذيك، باش تنقص من التنافسية متاعك على السوق الأوروبية. فهذا الملخص متاع هالتاكس كربون والتداعيات بتاعه الاقتصاد التونسي بصفة عامة. كيفاش هالتاكس كربون هذيا باش أثرنا كونكريتمون على الاقتصاد متاعنا؟ اعطينا اكزامبل. اليوم تونس من أهم الحاجات اللي تصدرهم للأوروب، عندك الفوسفات، فما زيت زيتونة، وعندك حتى في بالي السيمان. دونك باش نفسروها ونفهموها. هالقانون بتاع الاتحاد الأوروبي اللي خرج عنده عام يدخل حيز التنفيذ في 1 جانفي 2026. معناها ابتداء من غرة جانفي 26 يلزم المواد المعنية بالتاكس هذه تكون مطابقة للمواصفات اللي حددها الاتحاد الأوروبي. شنو هي المواد هذه؟ فما 6 يسميهم مجموعات متاع بضائع ومواد، اللي هما السيمان، الحديد، الألومنيوم، اللونغري أزوتي يعني الأسمدة الكيميائية الأزوتية، الهيدروجين والكهرباء. هي في الحقيقة مجموعة مواد، معناها هما أكثر من 500 برودوي. تونس ماهيش معنية باللي برودوي هذوم الكل، فما دي برودوي ما ناش ننتجوا فيهم ولا ما ناش نصدروا فيهم الأوروبا، كما مثلا الهيدروجين. احنا ما ناش ننتجوا في الهيدروجين وما ناش نصدروا فيه الأوروبا. الالكتريسيتي ما ناش قاعدين نصدروا فيها الأوروبا الوقت الحاضر. فما مواد أخرى معنية، كي يقولوا حديد مثلا، حديد مش معناها بارة بتاع حديد، لا، ينجم يكون فيس، ينجم يكون مسمار مصنوع من الحديد، هذاك معني بالعملية هذه. ولهذا لازم الصناعيين التونسيين وبطبيعة الحال الدولة، الحكومة، وزارة الصناعة، وزارة الطاقة، وزارة البيئة، يقدموا
الحيطة اللازمة والمصاحبة اللازمة للمؤسسات التونسية المصدرة للمواد هذه باش نهار 1 جانفي 2026 يبداو مستعدين باش يعطيوا البيلون كربون متاع المواد هذه، وباش ما يتلزوش يدفعوا الضريبة الزايدة هذيك اللي هي حاجز ديواني عملته الاتحاد الأوروبي أمام المواد اللي تدخل التراب بتاعها. وهي الضريبة هذه مش منير تقريبا معناها قديش باش تزيد على حق على سوم لي برودوي الأصلاني؟ فما ان بورسنتاج معناها تزيدوا؟ سؤال به ياسر، يعطيك الصحة يا ميس. هو خلي يقول لك اللي حتى الاتحاد الأوروبي إلى حد الساعة ما يعرفش بالضبط قديش. علاش؟ خاطر يقول لك اللي السعر أو التعريفة متاع الضريبة هذه باش يحدوا السوق متاع الكربون، يعني على المستوى العالمي فما ما يسمى بسوق الكربون. فما اللي يخرجوا في الغازات المتسبة في انبعاث الكربون، وفما اللي يخفضوا في الغازات المتسبة في انبعاث الكربون، وفما تبادل ما بيناتهم دي كوتا معينين، فهمتي ولا لا؟ هذاك يحدد السعر بتاع الكربون. السعر بتاع الكربون ينجم يكون يتراوح ما بين 1 أورو ولا 2 أورو في التورناتة، وينجم يوصل حتى ل 100 أورو في التورناتة. فأنت والوقت بتاع السوق وانت ونوعية الصناعة المعنية إلى آخره. لكن بصفة عامة نتوقعوا أنه التاكس هذه باش تكون ما بين 5 و 15% من السوم متاع البرودوي هو في حد ذاته، اللي هو مهم جدا. 5% حاجة كبيرة برشا، إلا إذا كان المصنع التونسي والمصدر التونسي للمواد هذه اللي تحدثنا عليها يثبت اللي هو نقص من استهلاك الطاقة، يعني عمل اللي نسميوها النجاعة الطاقية اللي هي المصلحة زادة، خاطر باش ينقص من كلفة بتاع الطاقة. وإلا استثمر في الطاقات المتجددة، جاء فوق السطوحات بتاع المباني بتاع المعمل بتاعه مثلا، وعمل لك اللي يسميهم لي بانو فولتايك، اللاقطات الشمسية اللي تحول الضوء بتاع الشمس إلى طاقة كهربائية، وهكاك ينقص من استعمال الكهرباء اللي جاي من المحطات بتاع الستيج اللي هي 95% منها أو أكثر جاي من الغاز الطبيعي اللي هو من جملة أسباب تاع انبعاث الكربون. تونس 71% من الاكسبورتاسيون نتاعها ماشيين للونيون اوروبيين. دونك لهنا التونسي معناتها في حياته اليوميه كيفاش باش تاثر عليه؟ انا كي اليوم التونسي كي باش يمشي للمارشي باش يقضي بطاطا، باش يمشي الكنكيوري باش ياخذ مسمار، باش يقضي حاجات للدار، كيفاش غيالمون باش ياثر عليه؟ هو التاثير باش يكون متدرج وبعد وقت، مش باش يجي من نهار الاولاني عام 2026. باش نعطيك مثال، ناخذ مثال متاع الحديد، هذا المواد الحديدية الفولاذية اللي هي معنية بالعملية. هو التاكس هذه باش تتعمل على التصدير، وشنو ينجم يكون تأثيرها على السوق التونسية، يعني على المستهلك التونسي مثلا. إذا كان الكمية متاع خليني نقول المسامر اللي معمل معين ولا السوق التونسية باش تصدرها للخارج، والله ما نعرفش بالضبط قديش التوانسة يصدروا مسامر لأوروبا، يمكن يصدروا يمكن ما يصدروش. ناخذ الاكزامبل تاع الفوسفات، لا الفوسفات ماهوش معني، مش معني إلى حد الآن الفوسفات ماهوش معني. هذه توا الاتحاد الأوروبي حدد 6 مجموعات بتاع مواد بالنسبة للي زونغري أزوتي، مش لي زونغري فوسفاتي، معناها اللي أباز دامونيوم اللي احنا ولينا نستوردوا فيه بين قوسين. ف ناخذ مثال السيمان سيدي، ونفرض واحنا قاعدين نصدروا في السيمان الأوروبا، فما شويه تصدير سيمان الأوروبا، سيمان معني بدرجه اولى، والسيمان يستهلك ياسر طاقه، معناه يخرج برشا كربون. السيمان المنتج التونسي بتاع السيمان باش يبيع على السوق الأوروبية، اذا كان ما باعش على السوق الأوروبية على خاطر السوم زاد، على خاطر زادت عليك الضريبة تاع الكربون، شو اللي باش يعمل؟ باش تولي عنده اولا باش يبحث على اسواق اخرى ما فيهاش الضريبة هذه، وهذا موجود شوية ليبيا الجزائر الى اخره، والا باش تولي عنده وفرة متاع انتاج.
معناها باش يكثر السيمان عنده اللي كان يصدر فيه، باش يولي وفره نتاع الانتاج. ينجم يصير هذه فرضيه اولى. واذا كان ولات فما وفره نتاع انتاج، معناها فما احتمال باش السوم نتاع السيمان في السوق التونسيه ينقص. هذه كلها فرضيات. هذه تنجم تكون فايده ايجابيه للي باش يبني في تونس وكذا، لكن تبقى ديما فرضيه. لكن اذا كان هو صلح عمليه الانتاج بتاعه ودخل فيها التخفيض من الكربون ونجم يواصل التصدير بتاعه من غير ما تطبق عليه الضريبه هذيك، باش يولي هو عنده امكانيه انه يزيد يصدر اكثر. يزيد يصدر اكثر معناها ربما تولي التغطيه نتاع السوق المحليه تنقص اذا كان لقى فرص تصدير اكثر. وغلب شركات بتاع اسمنت اخرى جايه من بلدان اخرين، فهمت؟ العكس هو اللي نجم يصير، هو انه ينقص العرض في السوق المحليه، وينجم هذاك يتسبب في ارتفاع في الاسعار، خاصه وانه سعر الاسمنت اصبح سعر محرر يعني منذ سنوات. هذه مثال بسيط، لكن في نفس الوقت فما فايده او فما تداعيات وفما تأثير على مثلا اليد العاملة اللي تشغلهم المعامل هذه. إذا كان الشركة المعنية عرفت كيفاش تندمج في السوق الجديدة الأوروبية متاع الكربون، فباش تواصل الاستثمار متاعها، باش تواصل الانتاج متاعها، وتحافظ على الأقل على مواطن الشغل اللي عندها إذا كان ما زادتش في مواطن الشغل. لكن إذا كان خسرت أسواق، باش يولي فما احتمال التخلص أو الاستغناء على عدد من الخدامة وعدد من الشغالين، وهذا ينجم يصير. لكن مرة أخرى احنا توا في فرضيات، والفرضيات هذه يلزم السلطات التونسية المعنية ومعاها الشركات المعنية بالمواد هذه الكل يقعدوا مع بعضهم، يتحدثوا مع بعضهم ويتفقوا على خطة عمل ولا خريطة عمل كما يقولوا تاع عام أكهاو خاطر مازال قدامنا كان 25 باش ابتداء من غورة جانفي 2026 الناس كل يبداو متهيئين، ولا المؤثرات ولا العواقب هذه اللي كنت نحكي عليها اللي هي افتراضية ما تمشي كان للجانب الإيجابي ما تمشيش للجانب السلبي. اما زيدا فما حاجه اخرى انه كي ينقصوا الاكسبور معناها نتاع تونس لليونيون اوروبيين، فما زيدا تو نتاع دوفيز ينقص لنا معاه ولا اي بطبيعه الحال. هو اذا كان التصدير ينقص معناها الموارد من العمله الصعبه باش تنقص، معناها مادام الموارد نتاع العمله الصعبه باش تنقص احنا نشريو حاجات اخرين بموارد نتاع العمله الصعبه. ولهنا كي نحكيو على الحاجات اللي نشريوهم فما حاجات فيتال كيما باغ اكزومبل القمح، كيما البطاطا، كيما الفلفل متزاير، كيما بطاطا من مصر. لهنا انه بتاتخ نجموا نشوفوا المواطن التونسي كونكريتمون باش يتمس، خاطر كي باش الدوفيز باش ينقص فما حاجات نجموا ينقصوا من المارشي، ما عادش نجموا نستوردوهم. صح سي بيان فيو. هذاك علاش قلت انا اللي التاثير ينجم يكون باش يكون على بالتدرج وعلى سنوات في الوقت باش يصير. من جمله التاثيرات هي هذه، لانه فما الميزان التجاري بتاع البلاد، فما تصدير وتوريد، وفما ميزان دفعات، فما معاملات مالية أخرى كما اللي يجيوا من التوانسة اللي في الخارج يحولوا أموالهم لتونس مثلا. هذه فيه بالانس، فما سولد، فما محصول في آخر العام. لكن المحصول هذاك هو اللي يسميوه العجز التجاري أو عجز ميزان الدفعات. قد ما ينقص العجز هذاك قد ما هو في صالح البلاد والاقتصاد وبطبيعة الحال المستهلكين بصفة عامة. وقد ما يزيد العجز هذاك يتعمق قد ما البلاد تولي عندها صعوبات في التوريد وفي شريان المواد الأساسية اللي هي القمح بالأساس والمحروقات
tout en sachant que وان شاء الله مش البطاطا والسكر. هذا انا مشيت ماذا البطاطا بينا والسكر. السكر نقصوا منه زيد. هو باغ اكزومبل الالكتريسيتي الضوء معناها هو 95 تقريبا 94% جاي من الغاز اللي هو جاي من الجزائر. دونك حتى هي اكثر من 95% من الانتاج الكهربائي في تونس هو من الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي اكثر من الشطر نتاعو نشريو فيه من الجزائر. تونس وين اسكو بدات تحضر في روحها؟ اسكو عملت استراتيجي؟ كي نشوف انا البلدان المنافسه المجاوره اللي بحذنا المغرب اللي عملت توت ان بروغرام اسمه تطوير فيغ باش جوستومون يعملوا اكومبانيمون نتاع الشركات نتاعها باش ينقصوا من امبرانت كربون البصمه الكربونيه نتاعها ويكونوا يحافظوا على البوزيسيون نتاعهم سور لو مارشي اوروبيان. اسكو اليوم تونس بدات تحضر في روحها ولا كي نحلوا اليوم قانون الماليه؟ اسكو فما حاجات معناتها ترصدت باش يعاونوا الشركات في المسار هذايا ولا؟ تونس بدات تحضر في نفسها للانتقال الطاقي بصفه عامه، واللي نزيد عليه الضريبه هذه نتاع الكربون منذ عام في الاتحاد الاوروبي. توا عندها مده وعندنا برنامج كامل في تونس واستراتيجية للانتقال الطاقي. بعدها جات بعد سنوات في عام 2016 تقريبا 2017 ما سمي بالتسريع في الانتقال الطاقي. شو معناها الانتقال الطاقي وشو معناها التسريع في الانتقال الطاقي؟ هو أنه هل اللي كنا نحكيو عليهم المواد البترولية اللي ماشية للنقل للكرهبوس الكمين وكذا، وهالطاقة اللي ماشية لصناعة الكهرباء اللي هي بالأساس من الغاز، يولي جزء منها مهم جاي من الطاقات المتجددة. حاجة الأولى من الشمس بالريح، واثنين نعملوا اقتصاد في الطاقة، ننقصوا من التبذير. هذا البرنامج اللي عملته الدولة منذ أكثر من 10 سنوات تو بدينا فيه بطبيعة الحال وين وصلنا؟ وقاعد يقدم، لكن يقدم بالشوية وفما تطورات قاعدة تصير في العامين هذوما باش التقدم هذا يكون أسرع شوية من هكا، لأنه الهدف اللي وضعته الدولة هو أنه عام 2030 كل 95% غاز اللي يدخل في صناعة الكهرباء يولي 60% أكهو، والباقي يجي من الطاقات المتجددة. مازلنا بعد شوي، احنا توا في اخر سنة 2024، مازال قدامنا 4-5 سنين على 2030 واحنا مازلنا في 5 و6% اكهو. معناها يلزم ضربة قوية وتنجيزة قوية. وش يلزمها التنجيزة القوية هذه؟ يلزم بالإضافة للقانون اللي موجود عام 2016 بتاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مثلا، لابد من أنه الدولة والمجموعة الوطنية تفكر في تطوير التشريعات هذه وفي فتح أكثر المجال للقطاع الخاص والمستثمر الخاص التونسي والأجنبي، وبالشراكة ما بين التونسي والأجنبي أنه يستثمر بكل حرية مع احترام بعض الضوابط بالطبيعة القانونية البيئية وغيرها. وذلك عملت بلدان أخرى كما المغرب مثلا ولا كما مصر اللي حرروا الدولة متاعهم، قررت باش تحرر الاستثمار في الطاقات المتجددة، وفي كل مرة يجي مستثمر أجنبي كبير مهم الدولة تدخل معه شريك، كما احنا عاملين في قطاع المحروقات. دول اللي عملت قفزة نوعية في الطاقات المتجددة، وانت ذكرت منهم المغرب مثلا، ما فهمش كلمة المغرب مصر اي واشتغلت عليهم الجزائر، فما السنغال، فما موريتانيا، فما تنافس كبير ما بين الدول خاصة شمال افريقيا. علاش؟ على خاطر اوروبا في حاجة كبيرة ياسر للطاقة، وفي حاجة كبيرة ياسر للطاقة المتجددة اللي يسميوها الطاقة الخضراء، الانرجي فيرت. فوين باش يستثمروا في البلدان اللي فيهم اكثر شمس وقراب لاوروبا. فما تنافس كبير ما بين الدول، تونس معنية بالتنافس هذا. وحسب رأيي أنا يعني الشخصي، الحل لقفزة نوعية في القطاع هذا في تونس هو تحرير الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس، وخاصة
اللي معدة للتصدير لأوروبا، ورفع جميع الحواجز الإجرائية والترتيبية والقانونية أمام المستثمرين في المجال هذا. اي تحكي على طاقات متجدده، دونك توا قاعدين نشوفوا اللي فما مشاريع نتاع الهيدروجين الاخضر. اسكو الهيدروجين الاخضر هو احسن حل مناسب ان طون كون سوليوشن معناها للطاقات المتجدده في تونس، والا فما طاقات اخرين يتكلفوا علينا اقل، ما عندهمش بصمه بيئيه؟ نحكي بصمه بيئيه، نحكي على الماء والطاقه وكل شيء. واحنا ما يضروناش معناها كبلاد. اسكو فما حلول اخرين بخلاف الهيدروجين الاخضر، ولا الهيدروجين الاخضر هو الحل المناسب؟ هو الهيدروجين الأخضر علاش اسمه أخضر؟ على خاطر صناعة الهيدروجين اللي هي تفكيك الموليكول بتاع الماء الH2O باش بالضوء. اللي قراوا فهمتي فيزيك وشيمي فهمتي في التعليم الثانوي يعرفوها العملية هذه، فهمتي تسمى العملية متاع إلكتروليز. ندخلوا فهمتي زوز خيوط متاع ضوء في وسط الماء، يضربوا الماء، تتكسر الموليكول بتاع الماء، يجي الهيدروجين وحده والاكسجين وحده. الهيدروجين هذاك هو الهيدروجين اللي حاجتنا به. اي الكهرباء اللي نستعملوها كي نجيبوها من الطاقات المتجدده، من الشمس، من الريح، من الطاقات المتجدده، تتسمى هيدروجين اخضر. باهي ما فما مرحله تسبق لصناعه الهيدروجين، هي الاستثمار في الطاقات الخضراء المتجددة اللي هي الشمس والرياح. هي بطبيعتها محطة متاع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعطي الكهرباء. من بعد احنا كهرباء شو نحبوا نعملوا به؟ نحبوا نستهلكوه مباشرة ونحطوه في الشبكة متاع شركة تونسية الكهرباء والغاز. نحبوا نحطوه في معامل تصنع به أشياء أخرى، منها معمل لاستخراج الهيدروجين. هذا اختيار تاع سياسة صناعية للدولة. إذا كان الاختيار هذا مشى لصناعة الهيدروجين، يعني الكهرباء اللي ناخذوها من الطاقة الشمسية في عوض نحطوها في الشبكة بتاع الكهرباء، فهمتي، باش نقصوا الضغط على الغاز الطبيعي، نقصوا من استعمال الغاز الطبيعي مثلا، نمشيو نحطوها في إنتاج الهيدروجين. هذا ممكن، لكن اقتصاديا وفنيا أسهل بياسر وخير بياسر كي نستعملوا الكهرباء مباشرة وقت اللي تخرج من المحطة متاع الطاقة الشمسية، ونعوضوا بها جزء كبير من الغاز الطبيعي مثلا، ونحسنوا من الاستقلالية متاعنا في مجال الطاقة. إذا كان اخترنا باش نستعملوا الكهرباء هذيك باش نصنعوا بها الهيدروجين اللي هو بالأساس موجه إلى التصدير للاتحاد الأوروبي. خلي نذكر الهيدروجين راهو قبل ما يكون الاستعمال بتاعه في الطاقة، هو الاستعمال بتاعه في الصناعة، لأنه فما العديد من الأنشطة الصناعية اللي تحتاج الهيدروجين في التحويل بتاع الصناعة بتاعها. وأكثر من 85% من الهيدروجين المستعمل في العالم اليوم ما هوش ماشي للطاقة، ماشي لصناعة مواد مصنعة وغيرها. لكن ممكن من بعد نعاود ونحولوها كالهيدروجين هذاك ونستعملوه كاربيرون مثلا. ممكن هذا ما يقلقش، ولو أنه اقتصاديا ربما استعمال الكهرباء مباشرة خير، لكن ممكن أن إنتاج الكهرباء يكون فيه قيمة مضافة مصدرة كبيرة ومهمة. النقطة لهنا هو أنه كي ننظروا للتداعيات أو التأثيرات على المحيط وعلى الموارد الطبيعية متاعنا بتاع تونس، إذا كان نقفوا في حد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فما تأثيرات على المحيط، لأنه باش تستغلوا أراضي شاسعة. الأراضي هذيك كانت تنجم تمشي للفلاحة ولا للمراعي ولا غيره. واللي بانو فوتوفولتايك مصنوعين زاده من لي تيغار. أتوا نجيك من بعد هذاك شنو مصنوعين مناش. وإذا كان باش ننتجوا الهيدروجين يلزمنا برشا ماء، واحنا بلاد ناقصة برشا ماء. فالاختيار بتاع الدولة بتاع الحكومة اللي تحدد فيه العام الأخراني هذا، وأنه الشركة اللي تحب تستثمر في الهيدروجين الأصغر الماء
يلزمها تاخذه من البحر، معناها تحلي الماء بتاع البحر، تنحي منه الملح، خاطر ما عندناش موارد مائيه كبيره في تونس. هو حل يبدو مناسب، لكن فيه تاثيرات بيئيه، لانه الملح اللي يخرج من تحليه مياه البحر ايش باش نعملوا به؟ باش نعاودوا نرجعوه في البحر. كي نرجعوه في البحر بك الكثافه نتاعو هذيك قدس ملح باش يبدا كل يوم ماشي في البحر، ينجم يأثر على الموارد الحيائية ولا الحية في البحر من نبات ومن حيوانات بحرية إلى آخره. فلازم نردوا بالنا برشا من العملية هذه، وبصفة عامة تحلية مياه البحر، وبصفة خاصة إذا كان باش نستعملوها في إنتاج الهيدروجين. فالحيطة اللي هو مبدأ أساسي من مبادئ حماية المحيط والقوانين البيئية ومن جملتها في تونس، مبدأ الحيطة الاحتياط. يعني إذا كان ما نجم متأكدين من التأثيرات السلبية متاع عملية من العمليات باش نقوموا بها، يلزمنا ناخذ احتياطاتنا. فلا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة في الناحية هذه، خاصة في إلقاء الأملاح اللي تجي من تحلية مياه البحر. هاد الماء البياش يتبدل متاع الماء، فما كائنات حيه كيف هو الملوحه متاع الماء تتبدل، فهمتي، تكون في 70 غرام فهمتي في الليتر باش تولي فهمتي في 300 غرام ولا 500 غرام في الليتر، ما نعرفش نقول هكا. فهذا فما كائنات حيه بيان سور في الاخر، في اخر الشان اللي باش يتضرر بالطبيعه البحار والصياد الصغير اللي باش يتضرر، خاطر الحوت باش ينقص في البحر ومصدر رزقه هو باش اي وباش يبعد الحوت، يعني الحوت اللي كان يجي فهمتي القريب للشط باش يولي يبعد اكثر. شكون اللي باش يوصل له؟ باش يوصل له البحار اللي عنده امكانيات اكثر، اللي عنده بالانسيات واللي عنده كذا، مبروك عليهم الناس الكل. لكن مصدر رزق ناس اخرين زاد باش اي هذه باش نقولوا اللي راهو كل اختيار تاع سياسة عمومية في أي قطاع من القطاعات يلزم ننظروا له من ناحية شمولية، يعني شوفوا التأثيرات بتاعه البيئية والاجتماعية كما كنت تحكي والاقتصادية على الأنشطة الآخرين الكل. هذه بالطبيعة نتصور أنه الحكومة التونسية واعية بالشيء هذا، وبطبيعة الحال أي مشروع باش يتقام في إنتاج الكهرباء أو من الطاقة الشمسية أو إنتاج الهيدروجين في الأخضر الأخضر باش تكون في دراسات مؤثرات على المحيط مهمة ومعمقة. لا يتعاملوا بالضرورة، يعني بالضرورة يتعاملوا. علاش؟ لأنه فما قانون تونسي أولا يفرض دراسة المؤثرات على المحيط، وفما أيضا الممولين والمستثمرين الأجانب اللي باش يحطوا فلوسهم في المشاريع هذه، مشاريع ضخمة متاع ملايين الدولارات إذا كان مش مليارات الدولارات. هما بنفسهم عندهم شروط لازم يحترموها، وعندهم قوانين متاع بلدانهم لازم يحترموها. دوك أنا نفهم منك مشي منير، دوك لازم الشركات والدولة دوك تمشي في العام هذايا تكبس السنتورة شوية كما نقولوا، باش تزيد 5% من الطاقات المتجددة اللي نستعملوا فيهم، تزيد توصل حتى 30-40% باش نقصوا من البصمة الكربونية متاعنا، ونجموا نكون ونقعدوا بلوتو منافسين على في المارشي أوروبيا. لكن هذايا نتصور صعيب شوية في العام هذا حسب رأيك. حتى شيء ما هو صعيب. الشرط الأول والأساسي هو الإرادة السياسية، وانا يظهر لي واعتقد حسب ما نراقب ونلاحظ الإرادة السياسية موجودة على أعلى مستوى، لكن الإرادة هذه يلزمها سريعا تتحول إلى قرارات فاعلة وإلى خطة عمل. دونك لهنا نفهم إنه أكثر حل دونك لازم يمشي فيه الشركات والدولة، الشركات الخاصة والدولة بصفة عامة، هو الاستثمار في الطاقات المتجددة باش نقصوا في البصمة الكربونية نتاع لي برودوي. لكن فما زادة شركات أخرين تكلم جمعيات باش تعمل عملية تشجير هكاك تنجم تنقص زادة في البصمة الكربونية. اسكو هذه دونك سوليوشن معناتها لازمنا نمشيو فيها اللي معناتها تنجم تنقصنا وتخلينا منافسين سور لو مارشي أوروبيان، وإلا لا؟ إيه علاش لا؟ أما خليني
نحب نركز على نقطة قبل الشجرة. ما فماش فايدة في إنتاج الكهرباء مثلا من الطاقة المتجددة إذا كان طريقتنا في استهلاك الطاقة غير ناجعة. معناه إذا كان عندنا تبذير بتاع الطاقة، إذا كان ما نعرفوش نستغلوا ونستهلكوا الطاقة، سواء كان في ديارنا ولا في المحلات التجارية والفندقية ولا في المعامل ولا في غيره. فالشرط الأول والأساسي هو العمل على النجاعة الطاقية، على الاقتصاد في الطاقة، على الاحتفاظ على الطاقة، ليكونومي دينيرجي اللي هي تتكلف أقل برشا من الطاقات المتجددة وتتكلف أقل من أي استثمار آخر، والمنتوج بتاعها ولا الربح بتاعها سريع جدا. تو نجيك للشجر. شوف يا ميسة، أي شجرة تتغرس على وجه الأرض وبصفة خاصة في تونس بلادنا فيها فايدة. فيها فايدة للتربة، فيها فايدة للهواء، فيها فايدة لمقاومة الانجراف والتصحر، فيها فايدة للسكان المحليين يستغلوا الثمار بتاعها ويستغلوا الأوراق والزهور بتاعها إلى آخره. فكل من يرغب في غراسة الأشجار مرحبا به، وبالعكس لازم نشجعوه مهما كانت النية متاعه. يحب يعوض الانبعاثات بتاع الكربون بتاعه، ولا يعمل فيها لله في سبيل الله، ولا يعمل فيها هكا حبا في الشجرة وفي العصافير تزقزق وكذا، هو حر. لكن عمليا كل شجرة تتغرس فيها فائدة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، تجم تقول لي أنت هذه تسمى الاستحمام الأخضر، جرين واشينج. واحد معناها يبلبس فيها فبتي بالتلوث ويجي باش يظهر فبتي الصورة بتاعه نظيفة فبتي وبيئية وكذا، يمشي نغرس في الأشجار موجودة العمليات هذه. ما نجمش نذكر أنا شكون قاعد يعمل فيها في تونس، لكن في العالم موجودة. وأكثر من قام بها العملية هذه ومازال يقوموا بها هي الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، من غير ما سميوها باش ما عملولاش شهر لهنا، اللي هي قاعدة تستغل في الثروات الطبيعية خاصة في البلدان بتاعنا وفي العالم الثالث، وتستغل في الموارد البشرية بتاعنا، وتلوث بجميع أنواع التلوث، البلاستيك، المواد الكيميائية، الغازات فهمتي المؤثرة فهمتي على الجو وعلى المناخ إلى آخره، وتجي تعمل عمليات إشهار كبيرة ياسر باش تظهر اللي هي تحمي في البيئة وتحمي في الكوكب الأزرق وكوكب الأرض وتحمي في الناس وكذا. لازمنا نردوا بالنا منها برشا، ويزم نحط كيفاش يقولوا نشيروا لهم بالإصبع، ويزم ننبهوا الناس الكل منهم ردوا بالكم يغلطوكم. لكن نعاود نرجع ونقول أنا ما ريتش الحقيقة برشا حالات من نوع هذا بالنسبة للمؤسسات التونسية، وأنا بحكم مجال العمل متاعي باتصال بعشرات من المؤسسات وأصحاب المؤسسات في تونس، ونعرف الصدق بتاعهم والنزاهة بتاعهم في احترام القوانين بصفة عامة، وأيضا في العمليات هذه متاع حماية المحيط وحماية البيئة. لكن مرة أخرى كل شجرة تتغرس مهما كان نوع الشجرة هذه راهو فيها فايدة. بطبيعة الحال يزمها شوية سنوات، يزمها علق بين 5 و10 سنوات باش تولي هي تمتص في الكربون هذيك، لكن هذه تفاصيل فنية. تفاصيل فنية. أنا زادة إذا كان يبدأ عندك أنت عام بارك من هنا ل 2026 إشبانس الحل الشجرة زادة باش ينجم يعاونك على مدى الطويل، معناتها 3-4 سنين أخرين، خاطر وقتها بتنجم تحسب الكريدي كربون متاعك. أي هو احنا ما تخليش في التفاصيل بتاع اللي يسميه الاتحاد الأوروبي اللي يسميه هذا القانون بتاع آلية MACF، الميكانيزم داجوستمون دو كربون على فرونتير، اللي هي تاكس كربون يعني كما كنا نحكي. فما التفاصيل فنية كبيرة برشا، فما أكثر من 200 صفحة في القانون هذا الأوروبي، لكن بغاية الاختصار اللي مطلوب من المصدر
التونسي للاتحاد الأوروبي في المواد المعنية اللي حكينا عليها هذه هو أنه يقدم وينشر بصورة منتظمة على طوال السنة وفي كل مناسبة باش يصدر فيها كمية من المواد بتاعه المعلومات الكاملة على الكربون اللي يخرج من صناعتك المنتوج بتاعه هذاك، سواء كان في وسط المعمل ولا قبل المعمل ولا بعد المعمل. وهذه مضبوط بأساليب ومناهج وطر عملهم الاتحاد الأوروبي موجودين على الانترنت، ويلزمهم مراقبة ويلزمهم إثبات من طرف خبراء اللي شوية منهم موجودين في تونس لكن العديد منهم موجودين في أوروبا وفي الخارج. فالمهم هو أنه الشركة تعطي المعلومة قديش انبعاث الكربون وتعطي خطة عمل، تقول شو اللي قاعدة تعمل وشو اللي باش تعمل في العام الجاي والعام اللي بعده باش تنقص الانخفاض هذاك. وإذا كان في وسط البلاد في تونس فما نظام ومنظومة متاع سوق كربون ولا متاع تاكس كربون، وقتها في الحالة هذيك المنتوج هذاك في أوروبا ما هوش مطالب باش يدفع التاكس هذيك، تدفع في تونس للدولة التونسية وما تدفعش للاتحاد الأوروبي. وكان نتمنى زاد انه في قانون ماليه جديد زاد انه حتى الدوله تعاون الشركات الخاصه باش مع تعمل لهم كل كومبانيومون وتضخ شويه اموال زاد باش نجم تعاونهم في توت البروسيس هذايا، فمش ما نخلطوا انه نكونوا ديما منافسين في المارشي. هو قانون الماليه جديد تفصلت النازله نتاعو، يعني تقريبا عندنا توا قانون ماليه تمت المصادقه عليه، فيه اجراءات تحفيزيه مهمه بالنسبه لكل الشركات اللي تستثمر في المجالات بتاع الاقتصاد الاخضر. مثلا شركه باش تستثمر في تحويل وإعادة تدوير المنتوجات بتاعها اللي يسميوها الاقتصاد الدائري ريسيكلاج، هذه عندها تحفيزات في الTVA، فهمتي تخفيض الTVA، وعندها تحفيزات ضريبية فهمتي على المواد ولا الماكينات فهمتي والآلات اللي ماهيش مصنوعة في تونس وتستورد فيها من الخارج إلى آخره. وهذه مهم أنا تعاون كل شركة تونسية خاصة أنها تقتحم المجال بتاع الاقتصاد الأخضر ومتاع الاقتصاد الدائري بصفة عامة، موجود في قانون المالية 2025، موجود جزء منه في القوانين المالية السابقة، ومنها التحفيزات مثلا استعمال السيارات الكهربائية فهمتي اللي عندها فهمتي امتيازات اللي ما نلقاوهاش عند السيارات الحرارية الأخرى فهمت. فما تقدم وشوط مهم في المجال هذا، مازلنا في أول التجربة، يلزمنا 2-3 سنين باش نقيموا الإجراءات هذه باش نشوفوا يندرى أثرت إيجابا على الاقتصاد التونسي وعلى البيئة التونسية وإلا لا. حلقتنا اليوم وفات، ما تنساوش بلوتين هو وسيلة أعلام بيئية مستقلة، مستحقين دعمكم باش خليونا كومنتير، تعملوا لايك وتبارتاجيوا الفيديو متاعنا الكل، وما تنساوش جدا باش تعملونا ابونمون في الباجات متاعنا على اليوتيوب، الفيسبوك، الانستغرام وتيك توك.